اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مساء الفل، مساء الياسمين، مساء الهنا والسعادة على عيون كل متابعين وصفة وأكلة مع شيمو. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى جايه لكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده حلو قوي وشيق جدا. هنعمل مع بعض النهارده طواجن السعادة. مفيش أحلى ولا أجمل ولا أسعد ولا أطعم من كده. حاجة كده تحفة وسهلة وبسيطة، وتقدري ان انت تعمليها بكل سهولة وبكل بساطة وبأقل التكاليف كمان. تعالوا يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. واول حاجة هبتدي اعملها هنعمل الاسبونج. عندي هنا بقى مكونات الاسبونج. عندي ربع كيلو من دقيق الاسبونج، وعندي 3 بيضات، وعندي ربع كوباية من المية، ومعلقة من الفانيليا. بس كده. الدقيق الاسبونج الجاهز بيبقى فيه المحسن وبيبقى فيه عليه السكر بتاعه. ده دقيق اسبونج فانيليا، بس انا هحوله لدقيق شوكولاتة. هحط عليه معلقة صغيرة من الكاكاو الخام الاسباني الغامق. اهوت معلقة صغيرة من الكاكاو الخام الاسباني الغامق. وبعدين هديلهم تقليبة كده حلوة، وبعدين عشان ايه الهوا طبعا ما يطلعش زي العادة. وهبتدي بقى ان انا ايه اخفقهم كده بالعجان مش اقل من 8 دقايق لحد القوام بتاعي ما يتضاعف ويبقى كريمي. ادي بقى للعجان بتاعي للخليط بتاعي تقليبة من تحت لفوق كده، عشان لو في دقيق اسبونج تحت مش طايل المضرب. وعندي هنا الصاج بتاعي طبعا دهنته بالزبدة وحطيت وفرشت فيه ورقة زبدة. والفرن بتاعي طبعا مولعاه وظبطاه على درجة حرارة 200 من اول ما ابتديت ان انا اشتغل في الاسبونج. المهم بقى نزلت الاسبونج كده وهوزعه كده في الصاج بالتساوي، بحيث ان ما فيش حتة تبقى رقيقة وحتة يعني سميكة. وهديله هبدتين كده حلوين، اسويه كويس، وبعدين اديله هبدتين حلوين اطلع اي فراغات فيه. بس كده تمام. وادخله بقى الفرن، مش هياخد معايا اكتر من ربع ساعة. اكتر من ربع ساعة هينشف منك. وتخرجيه طبعا من الفرن وتغطيه بفوطة. دي خطوة مهمة جدا، لازم تغطيه بفوطة اول ما يخرج من الفرن. وهبتدي بقى ان انا ايه اعمل الكريمة بتاعتي. عندي هنا كوباية من الكريم شانتيه الخام، وعليهم كوباية من المية، وعليهم نص كوباية من السكر، ومعلقة صغيرة من الكاكاو الخام الاسباني، ومعلقة صغيرة من النوتيلا. هخفق الأول الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده لحد قوامه كده ما يبقى كريمي زي ما انتم شايفين كده، ومتماسكة الكريمة معايا ما شاء الله تحفة. زودتها كمان ربع كوباية مية لأن هي يعني احتاجت مية. وهحط كمان معلقة كبيرة من النوتيلا. حطي معلقة كبيرة كده مليانة هرمية كده من النوتيلا، هتديها طعم حلو ويبقى طعمها حلو كده وغنية، يعني طعمها غني كده. ومعلقة صغيرة من الكاكاو الأسباني الخام طبعا الغامق. ده بيديني نتيجة حلوة ونتيجته حلوة وهايلة بصراحة. المهم ده يعني الخطوة دي المفروض ان هي الكيك بتاعي لما طلع من الفرن فانا غطيته، ان في تبادل في المقاطع. فانا غطيته كده، وبعدين بقى سبته يبرد تماما. وبعدين ابتديت اشتغل فيه بعدها بنص ساعة. يعني الجو حلو الايام دي، فمش هياخد معاكي وقت خالص، نص ساعة بالكتير قوي هيبرد خالص وتبتدي ان انتي تشتغلي فيه. اسلكه كده من ورق الزبده، وبعدين اقشر الوش. انتوا عارفين ان انا بحب اقشر الوش بتاع الاسبونج وبتاع الكريم وبتاع كريم وبتاع الكيك الاسفنجي كمان. لان الوش ده بصراحه بيبقى معجن كده ومش ظريف خالص، وبيبقى يعني فيه يعني نسبه زفاره كده، فانا ما بحبوش بصراحه. يعني بحب ان انا اشيله اقشره، بستغنى عنه تماما. المهم هبتدي ان انا اقطع كده. بقطع عندكم لو عندكم قطاعه بقى، انا ما عنديش قطاعه مدوره، انا عندي اشكال تانية بس ما عنديش المدوره. فجبت بقى يعني الحاجة ديت اللي انا ابتديت ان انا اقطع بيها. ده طبعا بتاع الهاند بلندر، وبتتقطع بكل سهولة لان الكيك بتاعي هش وطري ومش مش مستحمل يعني حاجة كده، يعني بتدوب دوب كده. هبتدي بقى ان انا احطهم كده في ارضية الطواجن زي ما انتوا شايفين. واللي وصل معايا لحد هنا يا ريت بقى يعني حط لايك، يتكرم كده سيادته كده ويحط لنا لايك. تكرمي يا ستي وحط لنا لايك، وتسلم ايديكي على كل لايك بتحطيه. حطيتهم كده في الطواجن زي ما انتوا شايفين. فهبتدي ان انا اشربهم بالحليب. ده حليب لبن، حليب عادي وحط له سكر. فهبتدي ان انا اشربهم كده. ممكن تشربيهم بسيرب عادي، المتاح عندك اعملي بيه.
ابتدي بقى ان انا اوزع الكريمة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. على فكرة ممكن برضو ان انتوا تجيبوا موس شوكولاتة وتستخدموه في الوصفة دي، يبقى جميل قوي وتحفة بصراحة. يعني الوصفة دي حلوة قوي لو عندك ضيوف كمان او عندك عيد ميلاد، هتكون مناسبة معاكي في كل الحالات يعني. نحاول كده ان احنا نظبط الكريمة ونديها طبقة حلوة من الكريمة كده، ونبتدي بقى ان احنا نجيب حاجة بقى نساوي الكريمة بتاعتنا، معلقة صغيرة كده ونساوي الكريمة ونحطها في التلاجة. اهم حاجة نحطها في التلاجة عشان لما نحط لها الشوكولاتة او النوتيلا من فوق تتوزع عليها بكل سهولة. خلي الوش كده بتاع الطواجن كده ناعم كده، وعشان ايه ما يبقاش باين من النوتيلا بعد ما نحطها زي ما انت شايفة كده. النوتيلا طبعا انا خففتها بزيت، يعني حطي معلقة معلقة على النوتيلا لحد ما توصلي للقوام اللي انت عاوزاه وقلبي. دي طبعا مش نوتيلا، دي نوتيلا يعني دي ميكس تيلا تقريبا. ميكس تيلا، ميكس تيلا. حلوة، حلوة بصراحة، طعمها جميل جدا يعني انا بحبها جدا يعني. في انواع تانية بس ده النوع المفضل ليا عن بعد النوتيلا طبعا. نوزعها زي ما انتم شايفين كده، وزعناهم كلهم، خليناهم كلهم وشهم شوكولاتة اهوت. وشهم ممكن بقى نستبدل بقى النوتيلا دي بزبدة اللوتس، او ممكن بايه تاني، ممكن بصوص الكراميل، او ممكن بمربى الحليب، تبقى حلوة قوي بصراحة. ممكن بنوتيلا بيضة، المتاح عندي. يعني من الاخر كده ما تقفيش على حاجة، كل حاجة تقدري ان انت تعمليها بكل بساطة وبكل سهولة، وهتطلع جميلة وتحفة، وهتعجب كمان ولادك وتعجب جوزك كمان. المهم بقى عندي هنا بقى حطيت اللي هو الشوكولاتة كريسبي صغيرة، وعندي كمان شوكولاتة كريسبي كبيرة، حطيت كده كل واحدة واحدة كده اللي هي اللون الذهبي. ودي شوكولاتة شوكولاتة مندولين تقريبا. فانا حطيتها كده، كسرتها وحطيتها كده. دي بقى مربى حليب على فكرة، بعمل بيها خطوط زي ما انتوا شايفين كده. وممكن تعمليها بالنوتيلا بيضة، ممكن تعمليها بصوص كراميل، يعني زي ما قلت لك ما توقفيش نفسك على حاجة خالص. وكده بتكون خلصت معايا اهي طواجن السعادة. عملت للولاد حاجة سهلة وبسيطة وفي وقت قياسي، يعني مش واخدتش معايا وقت خالص. وجاي حاجة كده جميلة وتحفة وطعمها جميل وشيك، وممكن تقدميها لضيوفك لو عندك ضيوف، وتنفعك كمان في عيد ميلاد، تبقى حلوة قوي. فما تنسيش بقى تعملي لي شير ولايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل فيديوهاتي. وانتظروني بقى في وصفة تانية.